لاء محمد موهبة بيت سبت الرابعة، بالرغم من صغر سنها إلا أنها زاحمت من سبقها من الفنانات. تنطلق من قاعدة جماهيرية تقارب 3 ملايين متابع مع عبد الله الفنانة شيلاء سبت. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنانة شيلاء سبت. مساء النور. طبعا مستانسة ان انا معاكم اليوم، وادري شلون لقائكم صريح ويعني الله يعيني. حياك الله. شيلاء، بعد دخولك المجال الفني انت اليوم راضية عن مكانك بالوسط الفني؟ الحمد لله راضية، بس اطمح للمزيد. ما تحسين ان ادوارك الحين ادوار ثانوية، ادوار بسيطة ما علمت عند المشاهد؟ ولا مرة قدمت دور ثانوي، اغلب ادواري بطولة. ويعني انا من بديت سكن طالبات كان بطولات، يعني بطولة 5 بنات وانا واحدة من ال5، وبعدين بنات الجامعة وبين الشناين وجار القمر وسعد وخواته علموه الادوار عند المشاهدين؟ طبعا، ولا ليش انا موجودة اليوم؟ ليش انت مقابلني اليوم لو كنت انا مو معلمة؟ انت اليوم مهمة شيلاء بسبب اعمالك الفنية ولا بسبب السوشيال ميديا؟ أنا مقلة بالسوشيال ميديا الفترة الأخيرة، وتعلمت من أغلاطي. أنا جدا عفوية بالسوشيال ميديا وكل شيء أقوله. ما تحسين ان المنتجين يروحون حق شيلاء لأنها متفاعلة بالسوشيال ميديا، عندها فولور؟ بالعكس أبدا. لو المنتجين مو مقتنعين بموهبتي وأن أنا فنانة أستحق أني أكون موجودة بالساحة كممثلة، ما يو حقي. وأبدا السوشيال ميديا يعني ما أدري، السوشيال ميديا مو مقياس، أبداً أبداً مو مقياس. زين، يقولون شيلاء كل عمل تنفع أجرها. ويا ريت الله يسمع منك. تقرين العقود اللي توقعينها؟ أنا أي عقد يعطوني إياه والله أنا بالعكس، أنا دائماً يعني متساهلة جداً أصلاً، بالعكس يعني دائماً بالنسبة لي أوكي يعني. أكيد أنت تقرينها ولا خواتك؟ تبي صدق مرات ما أقرأ بس أوقع، لأن أدري إن خصوصاً الناس، لأن أنا ما أشتغل إلا ويا ناس أثق فيهم، فما يحتاج أقرأ. أدري إنه ما راح يظلموني، ما راح ياكلون حقي. ما تفرضين فنانات وياك يشاركون؟ يقولون ساعات شيلاء هي تختار مع المنتج. الله أنتم حسسني، الله والله وناسة يا ريت. شنو حسستك؟ حسسني إنه يعني صدق حكي أنا قاعد أقول أبي فلان، الله بسوي مسلسل بروحي. ما لا مو لهالدرجة. أنا يعطوني النص، يعطوني العقد، أوقع أصور، ولا لي علاقة بأي شيء ثاني. لكن شيلاء أنت من أسرة فنية وخواتك أيضا في المجال الفني وهم أقدم منك، لكن طلب المنتجين اليوم الأكثر على شيلاء. يمكن الفترة الأخيرة، بس ما أدري. بينك وبين خواتك في غيرة؟ لا طبعا، أنا أتمنى لهم كل خير وهم يتمنوا لي كل خير. منو صديقاتك بالوسط الفني؟ نجوى ونورة العميري وزهرة عرفات. طبعا مع حفظ الألقاب، لأن أنا وايد أحب زهرة، يعني أحسها وايد قريبة مني وأعتبرها شيء ما أختي، فلما أقول اسمها أقول نفس ما أقول، يعني نفس ما أنادي شيء ما أختي يعني. في ناس اليوم تحارب شيلاء في الوسط الفني؟ ما أدري، لازم فيه. أدري إنه فيه. كل ما الواحد ينجح أكثر ويصير اسمه مهم أكثر يحاربونه أكثر، وممكن هم يشوفون أن وجودي خطر عليهم. بعض من الناس يشوفون أن وجودي خطر عليهم. وبهالكلام أكدت شيلاء بأنها منافسة قوية لزميلاتها الفنانات. اليوم تصنيفك وين بين نجمات الخليج شيلاء؟ وين الجمهور هو يقوله. يعني بطلة، سنيدة، أدوارك ثانوية؟ وين ثانوية بطلة؟ أنا من بديت وأنا بطلة، دائما بطولة. تهتمين اسمك وين يكون بكادر المسلسل؟ أبدا 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 أبدا، ولا عمري تكلمت بهالموضوع ولا يهمني. إذا في عمل في شجون وفي شيلاء وفي صمود وفي هنادي، شنو ترتيب اسمك بينهم؟ لا يحطون اسمي، لا يحطون اسمي، خلي يشوفوني الناس بالعمل، ما يهمني الناس. بس نجوميتك ممكن تقل مع الأيام. ما له علاقة. الحين لما بنتكلم عن مسلسل قديم بتسأل الجمهور تذكرون اسم منو كان قبل في التتر مسلسل درب الزلق؟ راح يذكرون باكر إذا صارت بيذكرون نجمة. بيذكرون أدوارهم وشنو قدموا وشنو سووا، بس يذكرون ترتيب التتر بالأسامي ما حد يتذكر التتر. أنت الفنانة الوحيدة اللي مو مهتمة أبداً ولا يهمني. أشوف أنا أنصدم لما أشوف لا اسمي. نعم اسمي، لا تحطون اسمي عادي، المهم أنا أقدم دور حلو والناس تشوفني فيه. وانا ادري ان سالفه الاسم على التتر وايد تسوي مشاكل بين الفنانات، حتى لو كان وايد. الاجر هو المقابل. يعني والله اذا انا اسمك كان بالنسبه لي متاخر ممكن اعطوني اجرك اجري. يكون اقل. لا انا اعطوني اجري، بتحطون اسمي ما بتحطونه كيفكم انتم. تهتمين بالماده اكثر يعني شيلاء؟ لا
يهمني الدور اكثر شيء، اكثر شيء عقب الدور بعدين الماده بعدين الاسم مو موجود اصلا باللسته. حلو. ما عندك اهتمام او طموح تصيرين اليوم نجمه البحرين الاولى؟ لا ليش؟ لا يعني بقول لك شيء، يعني الكم كبير من نجمات البحرين واحنا بالبحرين ما نفكر منو اول منو عقب منو، لا هاي الموضوع يعني وايد. كل نجمات البحرين ما يفكرون؟ ما ادري، ما اعرف شلون يفكرون يعني، بس انا بالنسبه لي انه يعني انا مو طموحي اني اكون نجمه البحرين الاولى، لا انا ابي اوصل عربيا عالميا اكثر 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 اكثر، وما ابي يعني، شوف ما في نجم بروحه، لا تشوف النجوم بالسماء وايد صح؟ اليوم منو نجمه البحرين الاولى؟ زهرة عرفات. الأكثر نجومية زهرة عرفات يعني. سعاد علي. لا أتوقع. فاطمة عبد الرحيم يمكن. زهرة عرفات يمكن. بصراحة زهرة عرفات. طبعا لطيفة المجري الفنانة الغديرة يعني لا يعلى عليها يعني. وبهذا الاستطلاع اتفق معاها أغلب الجمهور على نجومية زهرة عرفات. اتمنى عمل يجمعني بشجون او هنادي الكندري. الدور هو اللي بيقول مع منو. الدور حلو بالاثنين. بالاثنين؟ خلاص اشتغل الاثنين نفس الوقت وينسقون لي. تنافسني بادوارها ليلى عبد الله ولا نور الغندور؟ يمكن نور الفترة الأخيرة صار أكثر أن أنا وياها يعطونا نفس الأدوار. فاطمة اسماعيل، محمد سالم سد، شو تقولين لهم؟ أحبهم. نقطة ضعفي. يعني كل شيء أنا أسوي بحياتي عشانهم، لأني أحبهم أكثر من روحي. ايش كذا تضايقهم شيء؟ لا ما ضايقهم. شيء لا سب، جاهزة للاتهامات؟ وبعد هذا السؤال اضطر فريق العمل لإيقاف التصوير وتهدئة شيلة. قبل لا اروح حق الاتهامات، شفنا دموعك وما حبينا نشوفهم اليوم بالبرنامج، بس نذكر والدينك تأثرين على طول، نبغى ضعفك. شلون تسامحتي مع الشخصية اللي أساءت له؟ مسامح كريم، وأنا معروف عني إني أنا كريمة وايد، كريمة بكل شيء يعني معروف عني هالصفة، فأنا إنسانة كريمة. شيء لا سبت، أنت متهمة بأنك تسوين اللي براسك وعدم قبول النصيحة من زميلاتك في اللوكيشن. بالعكس يعني أنا ما يعني نادراً ما في أحد يعطيني نصيحة بالوسط الفني، يعني يمكن الوحيدة اللي تعطيني نصائح هي الأستاذة زهرة عرفات. بجار القمر كانت تعطيك نصايح وكنتي تبكين. كنت أبكي، أنا دائماً أفهم يعني، كنت أستحي، كنت أفضل إنها تقول لي شيء بيني وبينها، ما كنت أحب إنها تقول لي قدام الناس، فلما تقول لي قدام الناس أنا أنحرج وأبكي. يعني شيء لا سبت ما تتقبل من أي فنانة في اللوكيشن تعطيها نصيحة؟ يعتمد على الأسلوب. في ناس يعني يقولون الشيء هي يعني مثلا مرات ممكن يكون الأسلوب مو حلو، ممكن أبكي، بس أنا نوعي ما أسوي مشاكل ولا رد. شيء لا سبت، أنت متهمة بقطع علاقتك مع فنانة كانت قريبة لك لأنها أخذت برنامج تلفزيوني رمضاني. منو هذه؟ أنت عرفتها والجمهور؟ لا مو عرفتها ولا أدري منو. انعرض عليش برنامج تلفزيوني رمضاني؟ من زمان انعرض عليه والحين انعرض عليه وما حد أخذ مكاني أصلا، ما صار البرنامج اللي انعرض عليه. أي برنامج تقصد؟ برنامج تم تقديمه لزميلة. من هو الزميلة؟ مريم حسين. مريم حسين؟ أنا انعرض علي فعلا البرنامج وأنا اللي ما وافقت مو كان كسل منك وليش ما أخذتي الدور؟ لا كنت أشوف نفسي توي على برنامج، بس حتى لو كان بيعطوني البرنامج نفسه، الإعداد ما راح يقدمون لي نفس اللي قدموا لها، راح يقدمون لي شيء مختلف تماماً. أنا قلت لك كل واحد له ستايل معين فيه وستايل يخصه،
بس ان انا قطعت علاقتي، لا بالعكس انا اللي اصلا ما كنت ابي احس نفسي انك تو الناس على، وتقدر تسال المعدين يعني اللي كلموني من قبل على هالموضوع. هذا كان رد شيلاء سبت على الاتهامات. شكرا شيلاء. تشرفت بوجودي وياكم اليوم، وابي اشكر آلاء دشتي على اللوك الحلو، المكياج والشعر ما نعم. قصرت. يعطيك العافيه. نشكر شيلاء سبت ونشوفكم حلقه جايه. قمر. شكرا. انا اختكم شيلاء سبت، اقر واعترف بكل كلمه قلتها بهذا اللقاء.